عشان نعرف اكثر. هذا عندي بسأله عن الوجبة المتزنة، ايش هي وجبة متزنة؟ دائما يعني بنسمع لازم يكون نعم يعني حاجة متزنة. حاجة متزنة هي تحتوي على الهرم الغذائي، أي بمعنى تحتوي على كل المجموعات اللي محتوية على الهرم الغذائي. طبعا هتكون لابد تكون مجموعة الكربوهيدرات اللي هي النشويات، الخبز، الرز، المكرونة وخلافها. مجموعة البروتينات، اللحم، الدجاج، السمك، الخش طبعا فيها بعض مشتقات الألبان والألبان. طبعا لابد وجود اللي هو كمية الدهون، وهذه بنستخدمها بكمية قليلة جدا كملعقة أو ملعقتين خلال اليوم كامل في الطبخ. لا ننسى الخضروات ولا ننسى مجموعات الفواكه. إضافة على هذه كلها اللي هو النشاط البدني. حاليا الهرم الغذائي الوجبة المتزنة والصحية يدرج فيه اللي هو يدرج فيه اللي هو الحركة أو النشاط البدني يوميا لنص ساعة. مع هذه يعني إذا حاولنا نتزن على هذه بالكميات المعتدلة يوميا أو بالكميات اللي تناسب أنا في جسمي مع النشاط البدني، هتلاحظ انه في ثبات في الوزن، في اللي هو زياده نشاط الجسم، زياده اللي هو الطاقه، يكون في نشاط، يعني على مدار اليوم يكون في نشاط. تعقيبا لما ذكره الاخوان، الوجبه ما قبل الرياضه لابد ان تكون يعني حاجات خفيفه عشان ما يحس بامتلاء والخمول، لأن أصلا وجود الأكل في البطن هذا يجذب كمية كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي عشان يهضم، وأنت في نفس الوقت تحتاج الدم هذا عشان يوصل لك الأكسجين في وقت الرياضة. فإذا أكلت حاجات على قولتنا هنا لازم تكبس أو حاجات كذا، يعني المصطلحات هذه أيوة، هذه يعني ما راح تفيدك أبدا، بالعكس راح تضرك وراح تضرك وما تقدر حتى تتحرك. هذه هنا واحدة. بعدين أثناء الرياضة إذا كانت الرياضة طويلة جدا، مثلا مباريات القدم اللي تكون ساعتين أو كذا، يكون في